الخامسة. غدا العيد. في البداية كان من الصعب، ولكن العيد أصبح قريبا. الصيام سريع جدا. جدتي صديق بي كان صايم طول اليوم وحصل على 5 ريال. يا جدة فهمتي بشكل الحين. لكن ايوه لكن وش هو؟ صديق بي كان صايم نص اليوم مو كله. يصير ولا ما يصير يا جدة؟ اكيد يصير، بس الأطفال الزين أحسن يصومون اليوم كله، راح يحصلون حسنات ويدخلون الجنة. إحنا أطفال زينين مش كذا يا جدة؟ أكيد أحفادي كلهم زينين، عشان كذا لازم تكونوا مخلصين في صيامكم، مشوا عشان الفلوس وبس. أنت مشكلة. أنا آسف جدتي العيد ممكن بكرة. والله لو صحيح أقول لازم نطبخ للعيد من الحين. العيد بكرة؟ إيش راح تطبخون للعيد؟ جيش ما كلي. أنا أريد كبسة. تريدون تاكلون دجاج؟ أيوة. روحوا صيدون. ما في مشكلة. يا وش اللي تدورون عليه يا عيال؟ قايدين ندور على إيه؟ أنت مو بصايم؟ أنا صايم نص يوم بس. إيه؟ جدتي قالت اللي يصومون نص يوم مثلكم ما يحصلون حسنات. أيوة صح. حصل حسنات وشوله عشان تدخل الجنة. كملوا انت. ما اريد، أنا صايم. لكن أنا أريد أدخل الجنة كمان. من بكرة أريد أصوم اليوم كله. لكن العيد ممكن بكرة. جئت متأخر. إيش من حظي هذا؟ هاي اصبر أنت. عليو إيش في؟ لا ما في شيء. إحنا رايحين نصيد دجاج. لو صاركم في الصيد ممكن بكرة العيد آكل كثير. أيوة. البقرة هذه تبغى تاكلها؟ ما ممكن. يا ولع النور. ايوه كده يا معليش أقل أسفين. هاي وش هو اللي تمسكون الدجاجة يا عيال؟ قالت راح تطبخ لنا دجاج. لكن أنا خلاص اشتريت. لكن لمين هذه الدجاجة؟ هذه دجاجتي. يا هذاك اليوم كنا مرة زعلانين من روز. زعلانين. لكن هذاك اليوم روز قالت العيد بكرة. احنا كلنا كنا مبسوطين.